مستحيل العطر ده يكون طبيعي. في سبب خلى ناس كتير جدا بعد ما جربت كلايف كريستيان رقم واحد قالت جملة واحدة بس: مستحيل ان العطر ده يكون طبيعي. ولو انت ما تعرفش كلايف كريستيان رقم واحد، تعال نشوف حكايته ايه. سنة 2001 ظهر عطر في العالم ما كانش هدفه ان هو يبقى جميل ولا حتى جذاب. كان هدفه أبسط وأجن من كده: إن هو يكون أعظم عطر فاخر اتصنع في التاريخ. تخيل معايا كده إنك داخل قصر بريطاني قديم، الأرضية رخام أسود والزخارف الذهبية بتنور المكان بضوء دافي وهادي، وفي آخر الممر إزازة صغيرة جدا سعرها وقتها كان كفيل إن هو يشتري عربية غالية وآخر موديل. الناس وقتها ما فهمتش إزاي العطر ده يوصل للسعر ده. هل دي مجرد ريحة، والّا في سر تاني أعمق ما حدش شايفه؟